60 كيلو. 65. صح. لا 65. ارجع لآية المجتمعات العمرانية. ده مزايا تشالنجز، ودول أنا شريف يوسف سينيور بروبرتي كونسلتنت. انا نور عزت سينيور سيلز. أخويا نور يا جماعة، أخويا نور. والنهارده هنختبر معلوماتهم عن موقع العاصمة الإدارية الجديدة. اذكر اسماء 4 طرق ومحاور رئيسيه قريبه من العاصمه الاداريه الجديده. هو كسره طريق السويس، صديقي. طريق العين السخنه، طريق الدائري الاوسطي، طريق الدائري إيه الاقليمي. ده؟ اذكر 3 مدن قريبه من العاصمه الاداريه الجديده. هو حط ايده على الجرس. حط ايدك على ولا. الجرس تاني. ماشي تمام. يلا. القاهرة الجديدة، مدينة المستقبل سيتي. يلا استنى بينا. يا نور. تقع العاصمه الاداريه الجديده بين طريقين رئيسيين، ايه هم؟ الجو طريق ده السويس وطريق العين السخنه. صح. مش هينفع كده. كم تبلغ المسافه بين العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العاشر من رمضان؟ اختيارات: 32 مدينة العاشر؟ قول. 32 أيوة. يا كيلو، ابني ما تحطش ايدك على الجرس. 42 كيلو. 42. صح. ايوه صح، ما انا عارف. السؤال الاخير: المسافه بين العاصمه الاداريه ولا والقاهره أيوة. والعين 60 متر كقاهرة، 65 متر عين سخنة، 65 متر قناة السويس. مش ده السؤال اللي انا 65 كيلو سوري. مش ده السؤال، مش دي اجابه السؤال. لا انت قلت مسافة من القاهرة. نور، المسافه بين العاصمه الاداريه والقاهره والعين السخنه والسويس طب انا قلت الثلاثة. واحده، فبتتقاس كام كيلو؟ المسافة ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة 60 كيلو، المسافة ما بين العين السخنة والقاهرة 60 كيلو، لا 65. المسافة ما بين السويس والعاصمة الإدارية الجديدة 60 كيلو. 65. صح. لا 65. ارجع لآية المجتمعات العمرانية.